السلام عليكم ومرحبا بكم عند نجاة شانيل. نتمنى يا ربي تكونوا بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الكراتان ديال سباكيتي خطير خطير بالدجاج والفرomاج. كيجي خطير، كيجي على هاد الشكل. نتمنى ان شاء الله تتبعوني حتى لاخر الفيديو، ونتمنى ان شاء الله ما تنسونيش من لي لايك والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. كيجي على هاد الشكل زوين زوين بزاف. كيجي كراطا الدجاج، كيجي بنكهة الشاورما، كيجي خطير خطير. نتمنى ان شاء الله تجربوه. ودابا غنمشيو للتحضير. اولا غنبداو ان شاء الله غنبداو بالبصله. بسم الله. غادي ناخذ واحد البصله شويه كبيره. غادي نضيفوا ليها زيت المائده وشويه زيت الزيتون. نقطعوها هكا على هاد الشكل رقيقه. صافي غادي نشحروها. شويه الملح شويه البزار. نار خفيفه شويه، ناقصه شويه. صافي وغنديروها تشحر. كيف ما قلت لكم طريقه كالعاده، طريقه سهله ومبسطه، والمذاق يا سلام. صافي كنحركو هكا شويه حتى نحسو بها دبالت شويه. بالنسبه للمقادير الاخرين غادي نحتاجو الدجاج، الصدر ديال الدجاج على حسب الموجود، جوج مطيشات، جوج معالق كبار ديال مطيشة الحك، معلقه صغيره ديال اليازور ومعلقه صغيره ديال الزعتر. كنقيوهم كنغسلوهم. غادي نحتاجو ربعه قرنفلات، جوج فصوص ديال الثومه، قرفه، عود القرفه، وجوج وراق سيدنا موسى. غنحتاجو البزار، التحميره والملح والموتزاريلا. غادي نطيبو الدجاج بالاعشاب، غيجي رائع رائع واكثر من رائع ان شاء الله. غنديرو الماء نشعلو عليه يطيب، اللي غنديرو فيه سباكيتي. صافي ها هي البصله ديالنا بدات كتحمر. غادي نضيفو عليها الدجاج. الدجاج قطعناه رقيق، الصدر ديال الدجاج قطعناه رقيق. هاد الطريقه ديال هاد الدجاج كتجي زوينه زوينه بزاف، كتجي فيه النكهه ديال الشاورما. كنديروا اليازير والزعتر، ورق سيدنا موسى، القرفه، قرنفل، نحكو الثومه، هذوك جوج فصوص ديال الثومه. كيف ما قلت لكم هاد الطريقه تحكوا الثومه بجلوفها باش ما تبقاش تزلق ليكم في الحكاكه. نبدلو شويه من العطريه ديال الخرقوم، عرق الكمون، هذه نديرو شويه الاعشاب كيجيو خطيرين. صافي ملي حكينا الثومه غادي نضيفو الملح. الملح كتبقى على حسب الذوق. البزار تقريبا نص معلقه البزار، معلقه كبيره ديال التحميره ممسوحه. صافي نخلطو الدجاج مع العطريه. شوفوا اللوين، شوفوا اللوين كيفاش كيجي، شوفوا اللوين كيجي، اما الريحه طالعه واعره واعره. الريحه زوينه زوينه بزاف، النسمه ديال ورقه سيدنا موسى والزعتر. صافي غادي نضيفو الملح، الماء،
اللي غنديرو فيه سباكيتي. ها هو من بعد ما غلا غادي نضيفو سباكيتي. درت الباكية اللي فيها نص كيلو 500 غرام. ان شاء الله ملي ديروها ما تخليوهاش طيب بزاف، 10 دقائق، حيت كاع سباكيتي ولا لي بات ولا ملي يطيبوا بزاف تيجيو بحال معجنين، كيجيو المذاق شويه ناقص. مطيشه غادي نطحنوها مع واحد شويه الماء، جوج مطيشات نقيناهم ونطحنوهم مع شويه الماء. وغادي نضيفوهم للدجاج، وغادي نضيفو جوج معالق كبار ديال مطيشه الحك. صافي نخلطو كلشي. ها هي سباكيتي بدات كطيب، صافي واحد شويه وغادي نحيدها ان شاء الله. ناخذ منها واحد شويه الماء مغيرفه صغيره، نديرها مع الدجاج ولاصوص. زدت شويه الملح، لقيتها ناقصه شويه في الملح. صافي ها سباكيتي ديالنا طابت، غادي نديروها تصفى وغادي نرجعوها لنفس الطنجره، وغادي نضيفو عليها الدجاج ديالنا بلاصوص. غادي نحيدو هادوك الوريقات ديال سيدنا موسى وعود القرفه والعويدات ديال القرنفل. صافي نخلطوها مزيان كيف ما عودتكم، طريقه سهله والمذاق راه ما نقولش لكم، مذاق جا زوين زوين. صافي كنديروها في واحد الطاوه هكا ولا مول اللي عندكم، تدخلوا الفران. غنقادوها مزيان. غادي ناخدو الموتزاريلا نحكوها، في الحكاكه الغليظه على هاد الشكل. صافي غادي نقادو سباكيتي ديالنا ونديرو من فوق منها الموتزاريلا. طريقه سهله. صافي على هاد الشكل. صراحه انا حكيت النص ديال الباكيه اللي صورت في الاول وما قدعتنيش، عاد زدت شويه. ها هي يلاه جات مزيانه. صافي وغادي نحكو عليها شويه زعتر من الفوق. غادي نشعلو الفران من التحت ومن الفوق، وغادي نخليوه تقريبا غير يذوب الفرماج وغنخرجوها. ها الكراطان ديالنا جا على هذا الشكل. شوفوا 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 ليا اللون كي داير كيحمق، والمذاق حتى هو. والى فيديو قادم ان شاء الله وبصحه. ايوا ما تنساوش جيم جيم جيم.